السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة حكايات مع يوسف. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى الحلقة ديال اليوم تلقاكم انتم كالعادة في أفضل الأحوال وفي صحة جيدة. وكنشكركم على الدعم ديالكم، وشكرا للناس اللي كيخليو لنا تعاليق اللي هي راقية. فتحية للجميع، كنتو كتابعونا من داخل أو خارج أرض الوطن، فشكرا للجميع. دابا غادي نبداو في القصة ديال اليوم. هذه واحد البنت، وغير للإشارة الأسماء ديال هاد أبطال الحلقة ديال اليوم فهما كلهم مستعارة. كل الحلقات اللي كنذكروا في الأسماء فهي كلها مستعارة، ماشي أسماء حقيقية، غير باش تكونوا واضحين بهاد المسألة هذه وما نبقاش كل مرة نقولوا أسماء مستعارة. ما علينا، غادي نبدا الحلقة ديال اليوم من عند واحد البنت. بطبيعة الحال غادي نعطيوها اسم مستعار وغادي نعطيوها اسم سناء. هاد سناء كانت بنت واحد الشابة اللي كانت قرات ومن بعد توقفات على الدراسة ديالها، بقات عايشة مع الأم ديالها والأب ديالها، وعندها واحد خوها اللي كان كبر منها. فواحد الوقت غادي توفى الأم ديالها وبقات عايشة غير هي والأب ديالها وخوها. الأب ديالها كان واحد الراجل اللي كان عنده محل ديالو ديال البيع والشراء. هذاك خوها فكان مرة خدام مرة ما خدامش، كيدير واحد الفراشة في السوق، مرة كيبيع مرة ما كيبيعش. المهم كان من داك النوع اللي هو مدمن مخدرات، مدمن ديال الخمر. هاد سناء شنو غادي دير؟ هاد سناء غادي يعطيها الاب ديالها بحكم انها كان ساكن في واحد الدار يعني متكونه من 3 ديال طبقات. كان عندهم واحد الكراج، عطاها واحد الكراج اللي دارت فيه واحد محل كتبيع فيه دوك المواد ديال النساء، مواد التجميل يعني ماكياج، الريحه وداك الشيء. يعني كانت خدامه والامور ديالها غاديه مزيانه. داك الشيء عطاها الاب ديالها، يعني هو اللي عمر لها داك المحل. بقات خدامه مزيان، كتبيع وكتشري، وفي نفس الوقت كترد البال الاب ديالها اللي كان واحد الراجل اللي هو كبير بعد الوفاه ديال الام ديالها. داك خوها كما قلنا ما مسوق حتى لشي حاجه، كيدخل مع الوحده ديال الليل، الجوج، الربعه، مع الصباح، ما عندوش مشكل. كل مره فاش كيدخل ما عندوش على بالو انه مسؤول ولا شي حاجه، كيخدم غير باش يتعاطى لدوك المخدرات ديالو وباش يلبي الحاجيات ديالو بالخمر وداكشي. اما هي لا، فكانت خدامه وباغيه دير المستقبل ديالها، وكذلك مقابله الاب ديالها اللي كان هو كبير في العمر. دازت شهور وهنا غادي توفى الاب ديالها حتى هو، توفى الاب وبقات غير هي والاخ ديالها. خوها فاش توفى الاب ديالو بقى كيخدم بواحد الجديه، كيخدم كيفرش، ولا بحال باغي يرد البال لختو بقات في الخدمه ديالها. مورا ما توفى الاب ديالهم بواحد الشهور قليله غادي تجي عندها واحد البنت. هاد البنت غادي تجي عندها وقالت ليها شوفي يا اختي، انا راه عندي واحد خويا وراني هدرت له عليك. خويا راه خدام الحمد لله، خدام في الخدمه ديالو، وانت راه شفتك وعجبتيني، وكل مره كنجي كنتقدم من عندك، المعامله ديالك زوينه. وراني هدرت مع خويا وقلت له بانه كاينه واحد البنت راه تعرفت عليها وعندها محل كتبيع وراه ناوي الزواج بك. اصلا خويا راه كيفكر انه يتزوج، وقال لي شوفي لي شي بنت الناس وما غاديش نلقى محسن منك. هاد سنه قالت ليها الا كان خوك انه خدام وناوي المعقول مرحبا، انا باغيه غير شي انسان يكون معقول. فعلا داكشي اللي غدير، عرفاتو على خوها واتفقوا على اساس انه باش يجي يخطبها من عند الاخ ديالها. سناء مشات عند خوها وقالت له راه غادي يجيو عندي شي ناس يخطبوني. السيد هنا في الاول رفض، قال لها ما يمكنش، كيفاش ان هاد الناس ما كنعرفهم ما والو غادي يجيو يخطبوك؟ خصني تنعرفوا على هاد الناس مزيان، وهاد الخطيب هذا اللي غادي نعطيوه اسم ياسين. قال لي حتى نتعرف على هاد ياسين مزيان وشكون هو وكيف دايره الامور ديالو والعائله ديالو وفاش خدام وهادي. المهم هي قالت له لا، انا راه هاد السيد راه باين خدام، وانا في الاصل فاش جا وتفاهمت انا وياه راه قال لي بانني فاش غادي نتزوجوا راه ما غاديش تبقى خدامه في هذه الخدمه، يعني غادي تحبسي من هذا المشروع هذا لانني انا خدام، غير انا بركه انت غير بقاي مريحه في الدار. وهذا اتفاق راه اتفقت انا وياه قبل ما انني نجي نهضر معاك باش يجيو يخطبوني. السيد في الاول رفض الفكره، ولكن من بعد اقتنع لان اختو كانت مقتنعه بهذا الخطيب هذا. جا داك الخطيب ودارت خطوبه، يعني دارت واحد الخطوبه وحدوا واحد الوقت ديال العرس باش انهم يديروا العرس وتمشي لدارها، باش انهم يديروا العرس وتمشي لدار راجلها.
غادي دوز تقريبا واحد 20 يوم او 25 يوم بعد هاد الخطوبه. سناء كانت بعض المرات كتسد المحل ديالها وكتمشي كتلاقى مع الخطيب ديالها باش انهم يهضروا على الزواج والمستقبل ديالهم. فواحد العشيه هاد خو سناء غادي يرجع من الخدمه ديالو بعد ما كيمشي كيفرش، كيدير واحد الفراشه وكيبيع وكيشري فيها في الاسواق اولا في الشارع. السيد رجع ما لقاش اختو. السيد رجع ما لقاش اختو في الدار، ما لقاها لا فاتحه المحل ولا في الدار. السيد بقى كيتسناها، كيتسنى والو، اختو ما جاتش. قال فين ممكن انها تكون مشات؟ قال ربما تكون مشات باتت عند الخطيب ديالها. السيد ما تقبلش هذا الامر هذا. المهم السيد بقى حتى الصباح تسنى اختو انها ترجع في داك الصباح ما رجعتش. وصلت العشرة، المحل ديالها ما مفتوحش، ما فتحاتش المحل ديالها. السيد تعصب، كيفاش هاد اختي؟ السيد تعصب قال كيفاش، واش غير السيد خطبها بقات كتمشي تبات عنده ولا؟ السيد مشى لعندهم، مشى للدار ديالهم وبقى كيدق عليهم. خرج هاد الخطيب ديالها قال له واش كاين اختي سنة هنا؟ قال له لا ما كايناش. قال له كيفاش ما كايناش، واش ما بيتاش معاك؟ قال له لا راه ما. قال له اش هاد الهضره كتقول السيد؟ راه ما بيتاش معانا هنا. قال له راه من البارح انا ما شفتهاش. السيد قال له راه انا هدرت معها البارح في الصباح ولكن ما كانش عندي شي اتفاق انني نهضر معها باش نجلسوا في القهوه ولا شي حاجه بحال دائما. هنا غادي يخرجوا حتى العائله ديال ياسين، غادي يقول لهم ودي راه قال لي خو سنة بلي انه سنة ما جاش للدار ديالها. السيد هنا بحال بغى يخاطب على الخطيب ديال اختو، قال له كيفاش ما جاش، فراك مخبي اختي. ولكن فاش خرجوا عائلته قال له راه ودي ما يمكنش علاش هو غادي يخبيها، وفي الاسرع خاطبها وغادي يتزوج بها، علاش غادي يخبيها؟ السيد رجع في حالته، بقى كيسول هنا على الجيران، عند العائله ديالو، الناس اللي كيعرفوا صحابات اختو، صحاباتها اللي كيتقداو من عندها، لان كانت ذات واحد الصديقات ديالها في نفس الوقت هما كليان وصديقات ديالها، لان كانت واحد الانسانه اللي طيبه ولكن بدون جدوى. السيد حتى الغد ليه مشى لعند البوليس، دار ديكلاراسيون بحث لفائدات العائله. حكى للبوليس يعني كيفاش اختو اختفات، الظروف ديال الاختفاء ديالها، وانه كان خدام حتى رجع ما لقاهاش. عاود داكشي كامل البوليس كيوجه التهم للخطيب ديال الاخت ديالو. قال له بانه اختار عندها الخطيب ديالها وانا كنت كنظن راها مع الخطيب ديالها، ولكن فاش مشيت ما لقيتهاش معاه وما عرفتش فين انها تكون ممكن مشات. سولوه البوليس واش سولتي العائله، واش حاولتي تصل بها؟ قال لهم ما خليت فين قلبت عاد وجيت عندكم، راه من البارح وانا كنسول. والسيد كيقول لهم بان راه اختي اختفت الاول البارح، يعني راه هذا هو اليوم الثالث على الاختفاء ديالها. بوليس شافوه في مصلحه الحوادث السير، لربما السيده تكون تعرضت لحادثه سير، ولكن ما تلقات حتى شي حاله في نفس المواصفات ديال هاد سنة. طلبوا منه المعلومات ديال اختو، الصوره ديالها، وقالوا له صافي دابا غادي نديروا لها محضر، وإلا كانت شي حاجه فرحنا غادي نخبروك. ومشى السيد في حالته. الغد ليه هاد سنة هادي غادي يلقاوها شي ناس، غادي يلقاوها مقتوله في واحد المكان، يعني واحد المكان اللي هو خالي، ماشي خالي وانما جات في واحد البلاصه يعني في جنب ديال المدينه، ولكن ديك البلاصه يعني شبه مقطوعه. قليل فاش كيدوز شي واحد اولا جوج من تما، لان واحد الطريق اللي جات معزوله ولقاوها شي ناس تما مقتوله. كما قلنا الناس اتصلوا بالبوليس، جاو البوليس الى المكان، لقاو الضحيه. اول حاجه غادي يلاحظوها البوليس ان الضحيه كانت متعرضه لطعنات، شي جوج طعنات ولا، اللي كانوا كلهم قاتلين. الضحيه كانت ملابس ديال الدار، ما لابساش يعني شي ملابس جلابه اولا شي حاجه، بان السيده كانت خارجه، بينها الضحيه انه مقتوله في الدار. كذلك ان هذاك المكان ماشي هو مسرح الجريمه، وانما هاد البنت قتلات في شي مكان اخر وجات لحس في ذاك المكان. لقاو في ذاك المكان واحد الاثار بحال شي موتور تريبورتو، بحال ما هكذاك، يعني بحال شي موتور عنده 3 ديال الروايد باينين، ولكن ما واضحاش مزيان، لان ذاك المكان كان فيه يعني شي بلاصه قاصحه، ما كانش واضحه مزيان الاثار ديال الروايد. هنا البوليس بعد ما قاموا بالمعاينه ديالهم تبين لهم بان الضحيه ماشي هو مسرح الجريمه، ونقلوها الى مستودع الاموات، تعرفوا عليها بانها هي سناء، بان خوها دار ديكلاراسيون بحث لفائدات العائله. استدعاو خوها فاش جا قالوا ليه واش سناء اللي كنتي كتبحث عليها اختك؟ قال لهم قالوا له البركه في راسك راه تلقات مقتوله. السيد بقى من نهار كيبكي، شد في راسو، صبروه البوليس وطلبوا منه انه يمشي للمركز ديال الاموات باش يتعرف على الاخت ديالو. بالفعل تعرف عليها واكد لهم بانه هذيك هي الاخت ديالو. انا هذا الاخ هذا وجه التهمه ديال القتل ديال الاخت ديالو للخطيب ديالها،
قال لهم اسيدي راه ما كانش اللي قتل اختي قد الخطيب ديالها، راه هو اللي قتلها. البوليس استدعاو الخطيب ديالها لان خوها دابا كيوجه ليه التهمه بانه هو اللي قتلها. جا هذاك الخطيب ديالها استدعاوه البوليس. السيد كيقول لهم فعلا انا ارى الخطيبه ديالي وماشي بزاف اش خطبتها. كيفاش حتى تعرفت عليها؟ قال لهم باللي الاخت ديالي هي الصديقه ديالها وعرفتني عليها اختي، واتفقنا انا وياها على اساس اننا نتزوجوا وما تبقاش خدامه وغادي تبقى مريحه عندي غير في الدار. كان هذا هو الاتفاق ديالنا. ولكن البوليس قالوا له باللي ان خوها راه كيشك فيك، انت اللي ممكن انك تكون قتلتي اختو. قال لهم علاش انا غادي نقتلها؟ انا ما عنديش علاش غادي نقتلها، انا اصلا تفاهمت انا وياها ومتراضين على الزواج ديالنا، علاش غادي نقتلها؟ وهنا غادي يقول لهم واحد المعلومه. قال لهم انه هذاك خو الخطيبه ديالي راه كان ضد الخطوبه ديالنا. قال لهم راه هو ما كانش باغيها تتزوج وكان عندها معها مشاكل وكان دائما كينوض معها الصداع وكانت كتشكى ليا منه. علاش هاد المشاكل؟ قال لهم بانه هو بحكم ان الاب ديالو خلى لهم ديك الدار وفيها داك المحل اللي هي معمراه، هو هنايا فاش بغات تتزوج قال لها باللي ان الدار غادي تبقى ليا انا بوحدي وانت ما غاديش تاخذي الورث، انت اصلا غادي تمشي غادي تتزوجي وما غاديش تبقي محتاجه لشي حاجه. كذلك بانك انت داك الورث ديالك او داك النصيب ديالك في الورث راه الاب ديالنا كان عطاك داك المحل استغليتيه، ما كنتي كتستغلي لا كرا لا والو، بحال انك خديتي داك الورث ديالك. هي انا قلت له ودي هذاك المحل غادي يبقى ليا وانت دي الدار كامله، يعني الدار فيها الطبق الاول والثاني والسطح. السيد قال لي لا، الدار كامله تبقى ليا وحتى داك المحل يبقى ليا. هذا الشيء كامل كانت كتعاودوا سناء الخطيب ديالها. الخطيب ديالها قالها البوليس، قال لهم هذه المعلومه هذه. وكذلك غادي يجي التقرير ديال الطبيب اللي كيقول ان الضحيه تقتلات ما بين 9 و 10 ديال الصباح. في هذاك الوقت ديال الصباح تعرضات الضحيه لطعنات بسلاح ابيض. اما التوقيت الزمني ديال الوفاه ديالها الطبيب كيحدد في ذاك النهار، يعني ثاني بعد الاختفاء ديالها حسب التصريح ديال خوها قال انا جيت العشيه للدار وما لقيتهاش، ماشي داك النهار اللي تقتلت ولكن النهار اللي مشى عند الخطيب ديالها داك هو النهار فاش تقتلت الضحيه. هنا البوليس قبل ما ياخذوا اذن من عند النيابه باش انهم يدخلوا لديك الدار مشاو المحيط ديال الجيران، المحيط ديال الضحيه وديال خوها. فعلا البحث اللي غادي يديروا مع الجيران غادي يعرفوا هذا الامر هذا، غادي يعرفوا بان الضحيه مع خوها كانت بيناتهم شي صراعات والسبب كان هو ديك الدار، يعني على الورث. السيد كيقول لها بانك انت ملي غادي تزوجي نتيا راه ما غاديش تبقاي محتاجه لشي ورث، ما غادي تقسمي معايا حتى شي حاجه، انا ما يمكنش نعطيك واحد الورث اللي خلاه الاب ديالي تمشي انت تعطيه لواحد الراجل اخر اللي غادي تزوجي به، داكشي كامل غادي يبقى ليا. الجيران كيقولوا هاد الهضره فعلا، ما مره ما جوج هاد خوها كان كيضربها، كان كيعنفها، كان كيتخاصم معاها وهي كانت كتشكى لنا منه. كنبحثوا علاش كيضربها وكيعنفها فكنعرفوا هذا هو المشكل، كتقول لنا بانه على القضيه ديال الورث. عرفوا البوليس هاد المعلومه، البوليس جاهم اذن باش انهم يقتحموا داك السكن ويدخلوا فعلا للدار، كيفتشوا والامور عاديه حتى انهم غادي يمشيو للمطبخ. هنا في المطبخ غادي يلقاو في الحيط كاين واحد الاثار ديال الدم، واخا انه تنظف كاين واحد العينات ديال الدم. خداو دوك العينات باش انهم يقارنوا مع الدم ديال الضحيه، وخداو كذلك حتى الاخ ديالها باش يعمقوا معاه البحث. السيد بقى متشبت بالانكار ديالو، كيقول بانني انا ما يمكنش نقتل الاخت ديالي الوحيده، والاخت راه خلاها لي الاب ديالي والام ديالي امانه باش انني نرد ليها البال، وانا راه خصني نعرف هذا شكون اللي قتل الاخت ديالي، وانا راني كنشك غير في هذاك الخطيب ديالها راه هو اللي قتلها، هو اللي خصكم تحققوا معاه. البوليس ما غاديش يطولوا معاه، غادي يجيبوا داك التقرير اللي داروه على لادي ديال الدم اللي تلقى في داك المطبخ. هذاك الدم جا من طابق، يعني داك هو ديال الضحيه، وهذا الشيء كيبين على ان الضحيه تقتلات وسط من هذيك الكوزينه. فاش غادي يواجهوا بهذا الدليل العلمي السيد بقى كيدور في عينيه، هو في الاخير اعترف بانه هو اللي قتل الاخت ديالو. قال فعلا انا اختي راه كانت غادي تتزوج وكان ضروري انها غادي تورث معايا وتاخذ معايا الورث، وقالت لي بانني انت الا ما بغيتيش يعني نفرقوا داك الورث حبيا، قالت لي انا بغيت ناخذ غير داك المحل وانت خذ الدار كامله، ولكن الا ما بغيتيش غادي نلتجئوا للمحكمه والقانون هو اللي غادي يفرق بيناتنا، وغادي تفرق بيناتنا بالعدل، وغادي ندي معاك النص في الدار والنص حتى في داك المحل، انا ما عنديش مشكل. هنا عرفت بانه الا وصلت معايا المحكمه غادي تقدر تربحني، وهذا الامر ما تقبلتوش وبقيت انا ويا صراع. وهنا فكرت انني نحيدها من طريقي،
ونسب القتل ديالها للخطيب ديالها. التفكير ديالو شوفوا فين وصلوا. كيقول هي في داك الصباح فاقت مشات للمطبخ كتوجد الفطور ربما ليه وليها باش هي تمشي للخدمه ديالها. السيد جا دخل عادي، هز واحد الجنويه، السيده ملهيه كتوجد الفطور، سدد ليها دوك الطعنات، قتلها وخلاها تما. صبر شويه ومشى كيسول عليها عند الخطيب ديالها، كيسول الناس اللي كيعرفوها وخلاها تما. تسنى حتى لواحد الوقت ومشى طلب الصديق ديالو كيبيع وكيشري معاه، عنده واحد الموتور تريبورتو، طلبولو. هذاك الموتور عنده واحد الباش من الفوق مغطي كيهز فيه السلعه. قال له عافاك راني بغيت نجيب شي سلعه، بالحكم انه ماشي اول مره كيطلب هذاك الموتور، دائما كيطلب داك التريبورتور كيجيب فيه شي سلعه اللي يحتاجو، كيعطيه له داك الصديق ديالو. هذاك النهار طلبوا منه وكيقول فعلا جيت بقيت كنتسنى حتى الليل، ما بقى كيدور حتى شي واحد في داك الحي، الناس كلها نعسات، ما بقى يدور حتى شي واحد، يعني الامور كانت هادنه. هزيتها درتها في داك التريبورتور وشديت الطريق في الليل، مشيت لذاك المكان انني عارفو خالي وما كيدوز من تما حتى شي واحد، لانني انا وصحابي كنمشيو تما كنشربوا تمايا، وكيجيو غير الناس اللي كيشربوا تما وكيسكروا تما في داك المكان. لحتى في داك المكان وبغى يلصق التهمه في الخطيب ديال الاخت ديالو. في الاخير تقدم العداله وتحكم عليه بالمؤبد. كانت هذه هي الحلقه ديال اليوم. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.